ده في الاول كده راتب خالد الغندور بياخد 230 الف جنيه شهريا. عارف يعني ايه بياخد 230 الف جنيه شهريا؟ والنادي طالع يشتكي ان هو معهوش فلوس او محجوز على امواله يقبض اللعيبه ويقبض الناس. تاني حاجه عايزين نبارك لعلي معلول افضل ظهير ايسر عربي في كاس العالم فيفا قطر 2022. الغاء قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه لاجل غير مسمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناة تنزل تشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وما تنساش اللايك والشير للفيديو. طب ليه يا عم الاتحاد الافريقي اعلن اجراء القرعة وهي ميعادها بكرة؟ يعني انت جاي تقول قبلها بيوم. قال لك في مشاكل تقنية في البث. مشاكل تقنية في البث؟ هي مش هتتذاع على اون تايم سبورت؟ طب اللي المفروض يعلن ان في مشاكل تقنية في البث اون تايم سبورت مش الاتحاد الافريقي. والاتحاد الافريقي عرف منين؟ ده اون تايم سبورت ما اشتكتش والله. اقول لك انا بقى يا سيدي على المفاجاه اللي الاتحاد الافريقي بيسعى اليها، برئاسه طبعا الراس الكبيره فوزي لقح. فوزي لقح زي ما قال قبل كده مصر معاها عدد بطولات من دوري، مستحوذه على بطولات دوري ابطال افريقيا. الاهلي والزمالك مستحوذين عليها. ويعني ايه الاهلي يوصل او ياخد 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض وعايز يحتفظ بالثالثه؟ لا، ده انا اجيبه عندي يلعب النهائي في المغرب عندي في وسط جماهيري وما خلوش ياخدها. هو كده مساواه؟ انا عايز اعرف بس حاجه لفوزي لقح، انت كده سويت او عدلت في الاتحاد الافريقي؟ بالعكس، في مباراه نهائيه تبقى بين فريقين تلعب على ارض فريق منهم، مباراه واحده على ارض فريق. ده ايه ده؟ بتدي الاهلي 10% من سعه الاستاد وانت 90%؟ هو ده مبدأ تكافؤ الفرص؟ لا، مش ده مبدأ تكافؤ الفرص. المهم يا سيدي الاتحاد المصري بتاعنا عايش في ميه الليفت زي ما بنقول، مش دريان. عامل نفسه من بنها، بس هو مش دريان والله، مش عامل نفسه من بنها، هو ما عرفش اي حاجه والله. هقول لك بقى على المفاجاه اللي فوزي لقح بيسعى ليها. حاليا اللي مستحوذ على دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي، ويليه نادي الزمالك ونادي مازيمبي. مازيمبي كده كده خرج، راح الكونفدراليه فبعد عن طريقه. فهو دلوقتي عايز يوسع الدنيا للانديه المغربيه عشان تحقق لقب زياده وتقرب من نادي الزمالك. الوداد تقريبا مش عارف معاه 3 القاب او 4 القاب، عايز يقربوا من نادي الزمالك او الرجاء، اي حد فيهم يعني. سواء الوداد او الرجاء، هم كده كده الناس دي مش زي حالتنا بيتخانقوا، لا ده هم هناك اهم حاجه ابن بلد هو اللي يكسب. حاليا عايز يعمل قرعه موجهه، يعني يوقع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده بحيث انه الاثنين يخلصوا على بعض. هيبقى فريق واحد، والفريق ده هنطلعه في دور الثمانيه، في الدور قبل النهائي، مش مشكله. المهم ان احنا نقضي على فريق بدري منهم. ده اللي فوزي لقح بيسعى ليه، والاتحاد الافريقي مساعده في الكلام ده حاليا. في حاجه بقى عايز اتكلم فيها كده. النهارده اتحاد الكوره ورابطه الانديه اصدروا بيان بوقف 987 واحد او 987 مشجع من مشجعين النادي الاهلي. ليه يا عم؟ قال لك عشان الناس دي كانت بتشتم في مباراه الداخليه، بتشتم جماهير مصر البورسعيد. طب سؤال، او بتشتم بورسعيد وحد سمع لفظ؟ انا ما سمعتش حاجه والله، اتفرجت على الماتش كل الناس اتفرجت. اشمعنى؟ اقول لك بقى اشمعنى. لو الاهلي بيكسب وماشي كويس، والناحيه التانيه الزمالك بنحاول نزقه بالاحتواء، بيزقوا الزمالك بالاحتواء. اه كلنا عارفين كده. ادوا ضربات جزاء عشان يكسب وبرضه الاهلي بيكسب. نحميه من الانذارات ومن الطرد وبرضه بيكسب بالعافيه والاهلي بيكسب. ما نحسبش عليه ضربات جزاء وبنجامله برضه الاهلي بيكسب ومتصدر حاليا في الدوري وماشي كويس. طب الاهلي عنده اصابات، نطرد له طاهر ونطرد له لعيبه، برضه الاهلي ما تاثرش وماشي كويس. طب ايه ده بقى الشغلانه دي؟ خلاص بص، احنا نمنعه من الجماهير. ايوه نمنعه من الجماهير، ساعتها يمكن الاهلي يهدى شويه. هو ده رابطه الانديه برئاسه احمد دياب، اتحاد الكوره مشاركين في القصه دي. بس انا ما عنديش مشكله والله، والله انا ما عندي مشكله، عادي يا عم اوقف. بس رابطه الانديه واتحاد الكوره ما شافوش وقعه مباراه السوبر ومشكله شيكابالا مع علي معلول؟ هتقول لي مراقب المباراه، هم قالوا لك مراقب المباراه ما صدرش في التقرير بتاعه اي حاجه. طيب والفيديوهات اللي منتشره على السوشيال ميديا؟ بص، جماهير الاهلي لو غلطت فيه، جماهير الاهلي ماشي، حقك ان انت زي ما انت بتعاقب الجماهير برضو حقنا ان انت تعاقب اللاعب. ده المفروض زي ما بتعاقب جماهير عاقب لاعب. ولا هو القانون بيتطبق في ناحيه واحده؟ ولا في واحد فيكم مسيطر على القانون؟ في واحد فيكم هو اللي ممشي، في واحد فوق هو اللي ممشيكوا.
مش فيكو، لا واحد فوقيكو كمان، هو اللي ماشي اتحاد الكوره وماشي لجنه الحكام ولجنه الانديه، ماشي كل حاجه، وخايفين منه، خايفين توقفوا اللاعب. استحاله. ده السوشيال ميديا كلها هقول لك ايه، فيديوهات عن وضع كاس السوبر. شيكابالا هتلاقيه ملعلع في فيديوهات السوشيال ميديا، وبرضه الاتحاد المصري ورابطة الأندية وأحمد دياب عاملين نفسهم من بنها. هنقول إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بص بقى معايا، ده راتب خالد الغندور، شايف بياخد كام؟ 230 ألف جنيه شهريا، اللي النادي طالع يقول لك معناش فلوس ومش لاقيين ومش عارف إيه. 230 ألف جنيه. طب بيقول إيه والنبي خالد الغندور؟ قول لي محتوى المحتوى اللي بيقدمه إيه؟ ما بيقدمش حاجة، والله ما بيقدم حاجة. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.